البري سيزون ده مختلف، لا بجد مختلف وبزياده عن الاتنين تلاتة اللي نزلوا السنين اللي فاتت. يعني مثلا لو عملنا ريكاب كده ل 2021 كان مجرد تعديل لنظام الايتمز بس، اللي هو حطوا الميسك ايتمز وشالوا ايتمات وحطوا ايتمات بس، هو ده اللي حصل. و2022 كان عندنا الدريكات الجديده. 2023 كان مجرد تعديل للحاجات اللي موجوده اوريدي واضافات طفيفه جدا على اللعبه محدش يعني ممكن يفتكرها. تعالى بقى في سيزون 2024 وده اللي هيتغير فيه كل حاجه مره واحده. اولا في ايتمز هتتشال وايتمز كتير تانية هتتحط وتعديل في شكل الماب الاساسيه، ووحوش الجنجل كلها شكلها هيتغير. فيلا بينا من غير كلام كتير عشان انا متحمس جدا اشوف معاكم اللي هيحصل السيزون الجديد. اهلا بيكم، انا بركان من فيلوجيميا وده شرح بري سيزون 2024. ابدا منين ولا منين؟ بص خلينا نبدا من السهل، وهو شكل الماب. من ناحيه التوب لين الزرعه اللي كانت على الشمال دي اتشالت وبقى في واحده صغيره كده في نص الريفر، والبوشايه دي هتخلي الموضوع احسن للتوب لينرز بكتير عشان هتقلل ان الجنجلر يعمل له كامب او اي حاجه. بس انا شخصيا كتوب لينر يعني انا ما كنتش بشوف الجنجل كتير، ولما بيجي لي عادي بموت منه مش حوار يعني. المهم كده سواء الجنجل جاي لك من ناحيه اليمين او الشمال، بمجرد ما تحط ورد في البوشايه اللي في النص دي تقدر تخلي نفسك في امان دايما، ونادرا لما حد هيجي لك اصلا. بس ما تفتكرش ان بسبب التعديلات دي التوب لين هيبقى اهميته اقل دلوقتي، وانك هتبقى في جزيره دايما طول الوقت ومحدش هيجيلك. ما تخافش، في تعديل قدام كده هيغير الدنيا كلها ويخلي التوب لين مهم جدا، اتقل معايا. بالنسبه بقى للميد لين فالله اكبر، بقى في كباري من كل حته. رايت واخد الرايز بتاعنا قدوه ليها غالبا يعني، تحيا مصر. يعني مثلا الزرع اللي في الميد لين ده رجع شويه لورا عند الريفر كده عشان تشوف اللي خارج منه كده، اللي هو ما تتفاجئش واحد خرج منه دخلك اللين على طول، دلوقتي هتشوفه قبل ما يجيلك اللين. وبقى في مداخل للميد لين من كل حته، بس في مدخل اللي عند التوريت ده الجنجل كان بيجيلك منه دايما ويخش اللين من وراه، اهو غيروا بقى المدخل ده وخلوه بقى بيطلع على التاور نفسه، ولو حد فكر يخش منه لازم ياخد تاور شوت، فده هيفيد كل الميد لينرز اللي معهمش موبيليتي وداشات. وبالنسبه للتعديلات اللي حصلت عند الدريك، المدخل من الريد سايد بقى اوسع بكتير وبقى بطريقه مختلفه زي ما باين قدامك كده. اما بقى البوت لين وده اللي اتغير تماما، بقى في مدخل من عند الريد تيم كده يقدر الجنجل يفلانك منها، ما بقتش حاجه مميزه للبلو تيم بس. والزرعه اللي كان بيستخبى فيها الجنجلرز دي بدل ما كانت قريبه للريد تيم بقت في النص عشان يخلوا الاثنين في تساوي مع بعض، على امل يعني اللي بينزلوا معايا ده يبقى يخليهم يوردوا اسهل، ما اجيش في نص الجيم الاقي الانمي دي كاري معاه 8 كيلات في اول 5 دقايق، والله بعاني في التوب لين. دي كانت تعديلات الماب كلها، وهي يعتبر موجهه عشان تخلي الناحيتين متساويين تماما. هي هتخلي الماب احسن وهتبقى عادله للجنبين سواء انت بتلعب بلو سايد او ريد سايد، دلوقتي الاثنين بقوا زي بعض تماما. وحابب بس اقول حاجه، انا شايف ان في جانجل مينز كتير قوي متضايقين من التعديل ده، بيقول لك دلوقتي بقى اصعب ان انا جانك توب لين واصعب ان انا جانك بميد لين، فهروح فين دلوقتي؟ انا معاك، هو دلوقتي الجانجل بقى اصعب بس هو بقى احسن كده، لان دلوقتي احنا في ميتا الجانجل بياخد كامبايتين وبيروح يجانك اي حد، فاللينرز ما بيلحقوش حتى يلعبوا اللين او يعملوا اي حاجه، بيلاقوا الجانجل يجي يبوظ لهم الجيم. فدلوقتي الموضوع هيبقى اهدى شويه، والجانجل دلوقتي هيبقى فكرته ان هو يروح ينفيد اللي قدامه بدل ما يروح يعمل جنكات وخلاص. ولو بتحب الجنكات قوي يعني بوت لين سهل اهو، انزلوا العبوا 3 في 3 تحت. فاوفر اول التعديلات دي هتخلي الماب احسن وهتبقى عادله للجنبين. دي كانت تغييرات شكل الماب. تعالى بقى نخش الجزء الجنجل واللي شكل الكامبات كلها هيتغير، حتى الاسقاط البريئه ما سلمتش منها. المهم التركيز المره دي مش على الدريكات، لا ده على وحوش جديده هتضاف لكهف التوب لين مع الريفت والبارون، واسمها الفويد جرابس. انا هختصر الاسم واقول لك وحوش الفويد وخلاص، يعني الاسم كبير قوي. ودي يا سيدي كامبايه بتساعدك تاخد التورات اسرع. الكامبايه دي هتظهر في الدقيقه 5 مكان الريفت هيرالد، وكل 4 دقايق بتظهر واحده زياده، ولما واحده جديده بتظهر القديمه ما بتختفيش، بتفضل واقفه معاها عادي. فانت احسن لك ان انت تاخدهم اول باول عشان بيتراكموا زي المنهج اللي انا سايبه يتراكم عليا ده، فانت احسن لك ان انت تاخدهم على طول بدل ما تشوف زي ما انت في الكليبايه كده هو بيفايت 3 لوحده. المهم الكامبايه دي بتختفي في الدقيقه 14 وبيظهر الريفت هيرالد، والحاجات الفويد دي لما بتيجي تضربها بتطلع حشرات صغيره كده هتقعد تضربك بيها معاها كانها اولادها يعني، وكل ما تقتل الكامبايه دي اكتر كل ما الدمج هيزيد، ولما تقتل 5 أو 6 منها هتطلع لك حشرات فويد كده زي حشرات بيلفز تضرب معاك التاور. ودي البفايه اللي انا كنت بقول لك عليها هتخلي التوب لين مهم جدا، لان البفايه دي مش زي الهيرالد او البارون بيقعدوا وقت معين ويمشوا، دي بفايه موجوده معاك على طول وهتنفعك، فكله هيبقى بيحاول ياخدها من اول ما تظهر، فهتلاقي الجنجل والميد لين جايين بيتخانقوا عليها، فالتوب لين هيتلط معاهم في الموضوع، فانت كل جيم يعتبر هتلاقي فايتات على البتاعه دي 24 ساعه، فبكده التوب لين هيشارك في الموضوع ومش هيبقى جزيره وخلاص يعني، هنلعب معاكم الحمد لله. نروح بقى للهيرالد واللي غيروا شكله تماما، وشيلي بقت لايقه كده على اللي هي بتعمله، يعني بتخبط راسها في الحيطه بس كان شكلها كيوت قوي، دلوقتي شكلها بقى يرعب ما شاء الله. ومش شكلها بس اللي اتغير، ده كمان استخدامها اتغير. دلوقتي انت لما تحط الريفت تقدر تركبه وتسوقه، حاجه زي ارساين كده، تقدر تحوله يمين وشمال وتقدر تخليه يخش في الطورات. ولما تركب الهيرالد وتضرب بيه التاور هياخد دامج اكتر عكس لو انت نزلته وهو ماشي لوحده، واول ما تخبط في تاور او في حيطه الهيرالد هيرميه، ولو خبطت حد من الانمي بياخد دامج وبياخد نوك اب، حاجه زي العربيه اللي شفناها في نيكسس بليدز. قبل ما نخش على البارون عايز اقول خبر كل الجنجل مينز
هيفرحوا بيه. هو مش الجنجل مينز بس، هو التيم كله يعتبر. البارون لما ينزل شكل الماب ووحوش الجنجل هتتغير لشكل الفويد، وده بيبقى تاثير البارون على الماب. لما تاخد الريد او البلو ساعتها الريد والبلو هيتضافوا لكل اصحابك اللي عايشين، هتبقى باف جلوبال كده زي البارون، كل اللي عايش بياخدها. فدلوقتي مش هنقعد نتخانق بقى مين هياخد الريد او البلو والناس بتترول عشانه وحوارات بقى كده، كل ده تفيدناه. بس خلي بالك عشان ساعتها الوحوش الجنجل هتبقى تانكه قوي، وممكن تحتاج ليش على الريد او البلو في الدقيقه 20 عادي يعني. ونفس الكلام برضو للسكاتل، هتبقى بتدي حاجه زياده. لو خدت السكاتل هتديك فيجن على الانمي في منطقه كبيره جدا. تعديل صغير في دريك الانفيرنال مش هيبقى بيغير شكل الماب تاني، بس هيبقى بيوقع قطع النار كده تقدر ان انت تلمها وبتديك بفايه. البفايه دي بتخليك تولع في اي حد من اللي حواليك، حاجه زي السان فاير اللي هي كميه التانك. ولما بتموت القطعه دي بتقع منك وحد تاني يقدر يلمها، اذا كان بقى من التيم اللي معاك او التيم اللي ضدك. انت كده مش محتاجها، انت ميت، هتعمل بيها ايه؟ بص انا من وجهه نظري الجنجل من امتع الرولز اللي موجوده في اللعبه، بس دلوقتي بقت اصعب بكتير بسبب تغييرات شكل الماب، وانهم هيبقوا اصعب انهم يعملوا جنج، بس كله بالمقابل. نيجي لاخر حاجه معانا وهي البارون. بقى في منه 3 انواع، بس هو لسه بارون زي ما هو يعني، بيعمل نفس اللي كان بيعمله زمان بس اختلاف الطريقه ضربه او شكل الماب حواليه. عايز اعرفك اسامي ال3 انواع وازاي تميزهم. الاول اسمه هانتنج بارون، وده البارون العادي بتاعنا مفيش حاجه متغيره فيه. والتاني اسمه التراتوريال بالون، وده اللي بيبقى قدامه صخره في النص ده. والاخير اول سينج بارون، وده اللي بيبقى مفتح من كل ناحيه ده. الاول سينج ده يا سيدي بيفتح دوريه تحتك كده بتفضل تدمجك طول ما انت واقف. اما التراتوريال بيقرب كل اللي بيضربوا حواليه، بيشدهم كده زي ارل. واخيرا الهانتنج ده بيحدف عليك حاجات من فوق كده زي الدمج اللي كان بيعمله زمان، هتلاقيه بيقعد يحدف كهربا كده. حاجه اخيره هيبقى فيه ايموتس جديده لو عملتها انت والتيم بتاعك بترياكت مع بعض، زي الفيست بومب دي شكلها كول قوي الصراحه. مش قلت لك الباتشين اللي فاتوا الخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعد كده. المهم ده اول فيديو في تعديلات البري سيزون، وده الفيديو السهل يعتبر. الفيديو الجاي هشرح لك كل تعديلات الايتمز واللي اتشال واللي اتضاف، وهم كتير قوي الصراحه. ليله ريكاب سريع كده معايا عشان لو نسيت حاجه. بقى عندنا 3 بارون، كل واحد البت بتاعته بتبقى شكلها مختلف، والبارون بقى بيعمل تاثير على كامبات الجنجل زي الريد والبلو والسكاتل. ومداخل ومخارج اللينز بقت احسن لللينرز، ما عدا البوت لين بقى مفتوح من ورا من ناحيتين. الريفت بقت بتقدر تركبه، وفي وحوش جديده مكان الريفت الاول هتنزل من الدقيقه 5 للدقيقه 14، والوحوش دي بروكن جدا. وبس كده، اشوفكم بقى في فيديو الايتمز هينزل بعد ده على طول. كان معكم بركان، سلام.